بركة لرمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير جميعا. رح نحكي اليوم عن الرمد الربيعي أو حساسية الربيع. ما هو الرمد الربيعي؟ إيش حساسية الربيع؟ ما هي الأعراض، الأسباب، طرق الوقاية، العلاج؟ طبعا كثير منا لما يمر في منطقة فيها كثير من الزهور، من الروائح، من البخور، من الطبخ، من البخار، ممكن انه تستثار عنده المناعة او تستثار عنده زيادة افرازات في العين، حكة في الجلد، تضيق في القصبات الهوائية، او ممكن ضيقة في النفس وهكذا. الان بدنا ندرك شيء مهم جدا. جهاز المناعة لدى جسم الإنسان أحيانا قد يكون نشط زيادة عن اللزوم، يعني فرط نشاط أو عبارة عن نشاط زيادة للمؤثرات الخارجية. طبعا في عندنا استعداد وراثي وفي عندنا عوامل بيئية أيضا. هلا الاستعداد الوراثي يعني بعض الأشخاص عندهم تحسس أكثر من غيرهم، بنسميهم atopic persons أو IgE producers، يعني بمعنى آخر ممكن أن تستثار حساسيتهم نتيجة مثلا عطر معين، نتيجة مثلا مسحوق غسيل، نتيجة بخار طبخ، نتيجة دخلوا في حديقة مثلا من الزهور، دخلوا في مكان محل بخور مثلا، أو خلال طبخ البيت أو خلال المعطرات بشكل عام ممكن أن تثير الحساسية. ما هي الأعراض؟ الأعراض بشعر الإنسان بزيادة فركة العين أو زيادة حرقة في العين أو زي حكة في العين، زيادة إفراز دمع، أحيانا بشعر بزي طفح جلدي، أحيانا بشعر بقصبات هوائية نوعا ما في تضيق، وهذا الذي يفسر بعض الأطفال وبعض الناس صغارا او كبارا بيكون عندهم شيء يسمى برونكيال ازمه، برونكيال ازمه اللي هي الازمه التنفسيه التي تستلزم الى بخاخات فيما بعد او نيبيولايزرز. هذا فيما يتعلق في الاعراض. الان الاسباب زي ما حكينا اسباب بيئيه واسباب وراثيه ايضا. طيب الانسان عنده حساسيه الربيع او رمد ربيعي. طبعا بالنسبه للعيون، باعتبار انه احنا تخصصنا عيون نتكلم عن عيون، نتكلم عن فرك العين، وهنا بدي اوضح شغله مهمه جدا. فرك العين مستقبلا عند الاشخاص اللي عندهم رمد ربيعي او حساسيه الربيع، وخاصه الاطفال اللي بيلعبوا في اوتدورز، يعني بيلعبوا في مناطق المفتوحه، بفركوا عينهم، بتكون الايد مش نظيفه، ممكن تدخل جراثيم، او فركه العين تؤدي الى قرنيه مخروطيه الشكل سبق وذكرناها سابقا، او في فيديوهات لاحقه ان شاء الله بنحكي ايش القرنيه المخروطيه. ففي عندنا كثير من المشاكل المصاحبه لحساسيه الربيع بشكل عام. طيب الان بدنا نعرف شيء معين انه حساسيه الربيع زي ما حكينا في عندنا استعداد وراثي، في عندنا بيئه. عوامل البيئة لابد من السيطرة عليها، لابد من تجنب التيارات الهوائية المباشرة، كونديشنات، مراوح، المناطق اللي فيها كثير من العطور، المناطق اللي فيها كثير من البخار، لابد من تجنبها. أحيانا ما بنقدر نتجنب، يعني مضطرين نتعامل معها. في هذه الحالات لابد من استخدام قطرات حساسية وقطرات الترطيب. وأنا حاب أحكي عن شغلة مهمة جدا لها علاقة بالجفاف. كلما جفت العين زادت حساسيتها، فبالتالي قطرات الترطيب وقطرات الحساسيه they should go side by side، مع بعض لازم يكونوا ماشيين. العين المرطبه هي عين اقل عرضه للحساسيه والتهيج والجفاف طبعا، فبالتالي قطرات الترطيب وقطرات الحساسيه شيء يعني قطرتين متلازمتين. هذا الموضوع الاول. انحلت المشكله والقضيه من خلال القطرات خير وبركه. ما انحلت القضيه، معنى ذلك إضافة إلى تجنب التيارات الهوائية زي ما حكينا وتجنب الأجواء اللي ممكن تكون مثيرة للغبار والحساسية، ارتداء نظارة شمسية طبعا، أخذ حبوب حساسية. هلا في عندنا طبعا عدد من أجيال الحبوب الحساسية، في حبوب تنعس ممكن تسبب نعاس، في عندنا حبوب ممكن أن لا تسبب النعاس. نحن نفضل للأشخاص اللي عندهم حساسية بشكل كبير أنه ياخذوا الحبة مساء. ليش؟ لأنه ممكن تنعس لثاني يوم صباحا أو ضحى. الحبوب الحساسية ممكن لا تؤخذ يوميا، خاصة للأشخاص اللي عندهم مدارس، عندهم جامعات، عندهم دراسة، عندهم عمل وهكذا. الآن بتصفي القضية اللي هي أنه ممكن أن تؤخذ يومين أو 3 أيام خلال الأسبوع، يعني ممكن يوم بعد يوم وممكن مرتين أسبوعيا، حبة واحدة مساء. ليش؟ لأنه حبة الحساسية ممكن أن تخفف حساسية الجسم بشكل عام، فتخفف من استثارة جهاز المناعة للعوامل الخارجية. الآن من الامور الوقائيه برضو عدم فرك العين قدر الامكان، المحافظه على نظافه الايد، ما تكون الايد نوعا ما مليئه بالغبار بالغبره مع فرك العين، طبعا خاصه عند الاطفال او عند الطلاب اللي ممكن يفركوا عينهم والايد ما تكون نظيفه. امور لاحظتها حقيقه برضو، هي نصيحه لاخواني اللي بيسمعون الان. عقبر النحل. عقبر النحل هو مش عسل ولا شمع، هي عباره عن ماده تستخدمها النحلات، سبحان الله من ابداع رب العالمين، لبناء ويعني تعمل سيلينج لخلايا النحل. عقبر النحل كثير من المرضى عندي بلشتهم على عقبر النحل، عباره عن 5 أو 10 قطرات يوميا تنحط في معلقه، بعد ذلك تؤخذ. كثير من المرضى، انا في عندي مريض يعني سنويا كان يعاني من الحساسيه وكان ياخذ بخاخات، يعني استمر على عقبر النحل حقيقه لمده تقريبا سنه كامله،
واخذ بالنصيحه. الان بطل يستخدم البخاخات، وبنفس الوقت تحسنت اموره بشكل عام، سواء كانت حساسيه الربيع او حساسيه عفوا الجهاز التنفسي، حساسيه الساينسز اللي هي الجيوب، اضافه الى حساسيه العين والجلد. الف لا باس عليكم، كل عام وانتم بخير. اي سؤال اي استفسار نتشرف بخدمتكم دائما، والف لا باس.